قراءة تحليلية نقدية، مسلسل ليل، الحلقة 19. من وجهة نظر تحليلية، هذه الحلقة لا يمكن قراءتها كصراع على المال فقط، بل كصراع على السلطة والشرعية ومن يملك حق القرار. المواجهة بين هند وورد تبدو في ظاهرها انفجارا لحظة غضب، لكن في العمق هي مواجهة بين نموذجين مختلفين تماما للأمومة والقوة. هند تتحرك بدافع الخسارة، ليس فقط خسارة المال، بل خسارة السيطرة. كل تصرف يصدر عنها يحمل نبرة استعجال وخوف، وكأن الزمن يضيق حولها. المال بالنسبة لها ليس مجرد حق، بل آخر خيط يربطها بدور كانت تشعر أنه يسحب منها تدريجياً. لذلك يصبح الصوت العالي والتهديد واقتحام المساحة الخاصة أدوات دفاع لا أكثر. في المقابل، ورد لا تتصرف من موقع الضعف كما قد يبدو، على العكس، هدوءها الظاهري يخفي قراراً داخلياً حاسماً. لن تكون الحلقة الأضعف بعد الآن. رفضها تسليم المال ليس عناداً، بل محاولة لإعادة ترتيب موازين القوة. كأنها تقول ضمنياً: لم أعد أتحرك بدافع الخوف، بل وفق قواعد جديدة أضعها أنا. اللافت هنا هو حضور ملاك كعنصر صامت لكنه مؤثر. وجود الطفلة في المشهد ليس تفصيلا عاطفيا، بل مرآة تكشف هشاشة الجميع. الخوف الذي يتسرب إليها يعكس فشل الكبار في حماية عالمها، ويطرح سؤالا غير مباشر: من يدفع ثمن هذه الصراعات فعلا؟ أما التهديدات المتبادلة بين هند ورانيا فهي تكشف عن طبقة أعمق من العلاقات المتصدعة. الفضائح هنا ليست وسيلة للانتقام فقط، بل سلاح لإعادة كتابة الماضي. كل شخصية تملك رواية خطيرة، لكنها تؤجل استخدامها، وكأن الجميع يدرك أن كشف الحقيقة قد يدمرهم جميعا، لا خصما واحدا فقط. ظهور الشخصية الجديدة المرتبطة بهشام يفتح بابا نفسيا أكثر تعقيدا. هذا الرجل لا يبدو مدفوعا بالعدالة بقدر ما تحركه غريزة الانتقام والغيرة المتأخرة. صدمته ليست فيما فعله هشام، بل فيما اكتشفه عن نفسه، أنه خارج المعادلة، متأخرا ومجبرا على مواجهة واقع لم يكن مستعدا له. الصور التي يحتفظ بها ليست دليل إدانة بقدر ما هي دليل تعلق غير محسوم وماض لم يغلق بسلام. من المحتمل أن هذه الحلقة لا تمهد لانفجار واحد، بل لسلسلة قرارات خاطئة نابعة من مشاعر مكبوتة: خوف، غيرة، شعور بالاستحقاق، ورغبة في التعويض. كل شخصية تتحرك وهي تظن أنها تحمي نفسها، لكنها في الحقيقة تدفع القصة نحو نقطة أكثر خطورة. نورس مثلا لا يدخل المشهد كشخص جديد، بل كماض لم يدفن جيدا. ظهوره في مساحة ورد الخاصة لا يمكن قراءته كمفاجأة درامية فقط، بل ككسر متعمد للحدود. هو لا يطلب الإذن ولا ينتظر اللحظة المناسبة. يبدو أنه يؤمن أن قربه القديم يمنحه حق الاقتحام، وكأن الزمن توقف عند اللحظة التي كان يشعر فيها أن ورد تنتمي له. العلاقة بين نورس ورولا عند تفكيكها نفسيا تطرح سؤالا مزعجا: هل هي علاقة حب أم علاقة احتماء؟ قد نفهم أن رولا تبحث عن استقرار وسط فوضى العائلة، بينما نورس يبحث عن شرعية اجتماعية تبرر أفعاله. لكن المشكلة أن هذا الحب يستخدم كجسر للوصول إلى ورد، لا كغاية بحد ذاته. ورد نفسها تتحرك في هذه الحلقة من موقع الأم قبل أي شيء. خوف ابنتها ليس تفصيلا عاطفيا، بل مركز الثقل الحقيقي. لحظة السكين ليست تهديدا، بل إعلانا داخليا: لن أكون ضحية صامتة مرة أخرى. ورد لا تواجه نورس لأنها قوية، بل لأنها لم تعد تحتمل فكرة أن الخوف قد ينتقل لابنتها. هنا يتحول الصراع من عاطفي إلى وجودي. نورس في المقابل لا يتحدث بلغة الحب، بل بلغة الامتلاك. وعود البيت والزواج تبدو كصفقة أكثر منها مشاعر. من المحتمل أن يرى ورد كمشروع حياة لم يكتمل، لا كإنسانة لها حق الرفض. الأخطر في شخصيته ليس العنف المباشر، بل اقتناعه الداخلي بأنه يفعل الصواب. في خط موازن، هند تمثل نموذج الانهيار البطيء. ليست شريرة بقدر ما هي محاصرة. المال الذي ينفد، والخوف من الفضيحة، والشعور بأن الجميع سبقها بخطوة، كلها عناصر تدفعها للبكاء خلف الأبواب المغلقة. هي شخصية تعيش صراع البقاء لا صراع الأخلاق،
وقد نفهم أن قراراتها السابقة لم تكن بدافع الشر بل بدافع الذعر. أما الرجل المرتبط بهشام فهو مثال واضح على الغيرة المؤجلة. انتقامه ليس من هشام فقط بل من الجميع، من نجم، من الماضي، من فكرة أن الحياة سارت بدونه. خطته لا تنبع من ذكاء بقدر ما تنبع من رغبة في إشعال النار ثم الوقوف جانبا ومشاهدة الاحتراق. السجن في هذه الحلقة ليس مكانا للعقاب بل مساحة اعتراف. حديث نجم مع باسم يكشف أن الشك لم يكن طبعا بل جرحا قديما. نجم لا يبدو واثقا من روايته لكنه متشبث بها لأنها الوحيدة التي تفسر ألمه. السؤال هنا: هل صدق الخيانة لأنها حقيقية أم لأنها كانت أسهل من مواجهة المجهول؟ السفير كعادته لا يتحرك بدافع العدالة بل بدافع الطبقية. البيت ليس حجرا بل رمز، شراؤه يعني انتصارا معنويا على ابن الفلاح. وهنا يتضح أن الصراع لم يكن يوما بين أشخاص فقط بل بين طبقات ورؤى للحياة. الخلاصة المفتوحة: هل كل ما يحدث في ليل هو نتيجة سوء فهم أم نتيجة شخصيات ترفض أن تسمع إلا صوتها؟ ومن الخطر الحقيقي؟ من يخطط في الظل أم من يعتقد أن الحب يبرر كل شيء؟